بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة لرسالة نافعة للشيخ الفاضل حسن بن عطا الله النفيعي وفقه الله تعالى في نسف شبهة دار الإفتاء المصرية في حصر الشرك في اعتقاد الخلق والتأثير والاستقلالية، رد علمي في أكثر من 20 وجها. قال الشيخ حفظه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قالت دار الإفتاء المصرية: لا مانع شرعا من طلب المسلم المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين، ولا فرق في ذلك بين كونهم أحياء أو منتقلين، لأنه محمول على السببية لا على التأثير، كما أن الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم حملها على الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد. فالعبرة في التمسح بالأضرحة أو تقبيلها هي حيث يجد الزائر قلبه، ولا يجوز المبادرة برميه بالكفر أو الشرك. فأردت بهذه الورقة أن أكشف الشبهة التي تمسك بها المدافعون عن الشرك في قديم الدهر وحديثه، وهي: لا مانع شرعا من طلب المسلم المدد من الأنبياء والأولياء والصالحين، ولا فرق في ذلك بين كونهم أحياء أو منتقلين، لأنه محمول على السببية لا على التأثير. والرد على هذه الشبهة من وجوه: أولا، أن المشركين الأولين لم يكونوا يعتقدون أن آلهتهم تؤثر بذاتها أو أنها تخلق أو ترزق، وما كانوا يعتقدون فيها الاستقلال بالنفع والضر بذاتها. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ثانيا، بين القرآن أن المشركين كانوا يتخذون آلهتهم وسطاء وشفعاء عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو عين السببية الذي ادعته دار الإفتاء المصرية في مشركي اليوم. فكذلك المشركون الأولون كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها سبب يتقربون بها إلى الله. ثالثا، أن القرآن علق الحكم وهو الشرك بوصف وهو الدعاء، فقال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فحكم الله جل وعلا عليهم بالشرك لدعائهم غيره. فمن ألغى هذا الوصف وعلق الحكم بوصف آخر وهو الاستقلال والتأثير فقد ألحد في آيات الله. رابعا، لو كان وصف التأثير مؤثرا وحده في الحكم لا غيره لاستفصل منه الأنبياء في حكمهم على الناس، يوضحه ما يلي. خامسا، قال قوم موسى لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم موسى عليه السلام، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولم يستفصل منهم أنهم اعتقدوا التأثير أو لا. سادسا، أن بعض الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال لهم صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لقد قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه فعلهم بفعل قوم موسى، وأنهم بهذا القول جعلوا إلها مع الله. ولا شك أنهم لم يعتقدوا التأثير في هذه الأشياء وأنها تخلق، وإنما أرادوا السبب والتبرك. سابعا، لما قال ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فانظر رحمك الله
أن هذا الصحابي جمع بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بالواو، فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعله ندا مع الله، ولا شك أنه لم يعتقد التأثير والاستقلال والخلق. ثامنا، قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هذه الآية تبين أن المشركين إذا دعي الله وحده كفروا وأنكروا ذلك، فبينت هذه الآية الكريمة أن حقيقة شرك المشركين دعوة غير الله مع الله، لا اعتقاد التأثير والاستقلال. وبهذه الآية تعرف حقيقة التوحيد وهو دعاء الله وحده، وتعرف حقيقة الشرك وهو دعاء غيره معه. تاسعا، أخبر الله سبحانه عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك أخلصوا الدعاء لله. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا يوضح ما سبق أن المشركين لم يعتقدوا في آلهتهم التأثير والخلق والاستقلال، وأنهم يعلمون أنه لا ينجي في الشدائد إلا الله وحده. عاشرا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أردنا أن نعرف حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون لا بد أن نعرف حال المشركين الذين بعثت فيهم الرسل. هل كانوا معطلين كفرعون فلم يؤمنوا بوجود الله وأنه الخالق، أم أنهم كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق وهذا هو الحق، بل كانوا يخلصون بعض العبادات لله وحده كما تقدم تقريره. فمن حصر الشرك في التأثير لم يعرف حقيقة الشرك ولم يعرف ما كان عليه المشركون. 11، قال جل وعلا: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فهذه الآية توضح أن المشركين اتخذوا هذه الأوثان سببا ومودة. 12، قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال المفسرون: الأسباب هي الوصل التي كانت بينهم في الدنيا. فهذه الآيات تبين أن المشركين كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها سبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم، فخانتهم هذه الأسباب أحوج ما يكونون إليها. 13، إذا قلنا أن هذه الأشياء أسباب فليس كل سبب يكون مشروعا. 14، قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فعلق عليهم الحكم بالكلمة دون النظر إلى اعتقادهم. وهكذا من دعا غير الله واستعان بغير الله علق عليه الحكم بالكفر بالكلمة، مع التنبيه على أن هذا الحكم على جهة الإطلاق لا على جهة التعيين. 15، قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سبب نزولها كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فقال له عوف: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فوجد القرآن قد سبقه. قال زيد: قال عبد الله بن عمر: فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يزيده. والشاهد منها أنهم قالوا هذه الكلمة على وجه المزاح، بل قالوها لأجل أن يقطعوا الطريق، فلم ينظر إلى اعتقادهم. فتأمل هذا فإنه ينسف الشبهة من أصلها. 16، هذه القاعدة قاعدة التأثير والاستقلال والاعتقاد تقتضي سد أبواب الشريعة ومحو أبواب الردة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم ومصنفاتهم، وأن الكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. 17،
إذا استطردت هذه القاعدة في جميع أبواب الدين كالقذف واللعن وسب النبي وباب المعاملات وغيرها من الأبواب يقتضي سد جميع أبواب الدين، وهذا فاسد بالضرورة. 18، لو أن إنسانا صلى وحج وذبح وطاف وركع وسجد ونذر وفعل غير ذلك من العبادات ثم صرفها لغير الله وقال لم أعتقد فيه التأثير ولأنه خالق مع الله، فهل ينفعه هذا التعليل؟ فإن قالوا نعم فتحوا باب الزندقة على مصراعيه، وإن قالوا لا انتفت شبهتهم من أصلها. 19، إذا كان التأثير والاستقلال هو وحده الذي يعلق به الكفر، فلماذا سمى الله من دعا معه غيره مشركا؟ قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. 20، التأثير أو الاستقلال إما أن يكون مصاحبا للدعاء أو مفارقا له، فإن كان مصاحبا له فلماذا لم يعلق به الشارع الحكم وهو مناط الحكم ويعلقه بالدعاء؟ فمثلا من دعا غير الله فهو كافر، ولم يقل لا يكفر إلا إذا اعتقد التأثير والخلق والاستقلال. 21، لا نسلم أن دعاء القبوريين من باب السبب، بل هو من باب الاعتقاد، وذلك لأن القبوريين قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في أوليائهم لم يبلغه المشركون الأولون في آلهتهم، وذلك لأمور: أولا أن المشركين الأولين لم يشركوا في الربوبية، وأما القبوريون اليوم فقد أشركوا في توحيد الربوبية كما أنهم أشركوا في توحيد الألوهية. ثانيا أن المشركين الأولين في الشدة كانوا يدعون الله وحده كما تقدم، أما القبوريون إذا اشتد عليهم الأمر دعوا أولياءهم. ثالثا الانكسار والسكينة التي تقع في قلوب القبوريين عند دعائهم لأوليائهم أعظم وأشد من وقوعها في صلاتهم لله تعالى. رابعا إذا انتقص أحد أولياءهم أقاموا الدنيا وما أقعدوها وأبغضوه أشد من بغضهم إذا انتقص أحدهم رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتب فضيلة الشيخ أبو عبد الله حسن بن عطلة النفيعي في غرة محرم 1444 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سجلها بصوته الفقير إلى عفو ربه عادل بن عبد الله.